السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. واخيرا من المطبخ هنعمل النهارده مع بعض اكله من اكلات الشتاء الممتعه، وهي القرنبيط المقلي او عجه الزهره. هنعملها بنكهه ممتازه ومميزه في نفس الوقت، والطعم فعلا خطير. جربوها بنفس الطريقه وباذن الله هتعجبكم. الكبير والصغير يعني هيحبها ان شاء الله، وطعمها فعلا مميز عن اي عجة تانية عملتيها او اي قرنبيط تاني اكلتيه، عشان انا حاطالك فيه كل تكاته اللي انا بعملها الخاصة بالنسبة لي. فنشوف مع بعض مكوناتنا. محتاجين طبعا القرنبيط، ومحتاجين البهارات بتاعتنا. هتبقى كمون وبابريكا وجنزبيل وكزبرة وتوم باودر، وده مهم جدا، وبصل باودر. لو مش حباهم خلاص مفيش مشكلة، بس بيدوا فعلا نكهة ممتازة جدا. وفلفل وقرفة، وكمان الملح بتاعنا الأساسي. محتاجين خضرة متقطعة صغير بالشكل ده، تقطعيها على قد ما تقدري صغير، تمام. عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة. ومحتاجين طماطمايه يعني حجمها وسط، برضو تكون متقطعة صغير خالص، تمام، قطع صغيرة. ومحتاجين مع بعض آم، بيض. البيض بقى على حسب ما انت حابة، من 4 ل5 زي ما انت حابة. انا هحط 4 بيضات. ومحتاجين المية بتاعتنا، وهنا برضو التكة بتاعتي هنحط فيها ورق لورا وحبهان، وهنشوف هنضيف كمان ايه للمية. فيلا بينا نبتدي نقطع مع بعض القرنبيط ونسلقه. دلوقتي انا قطعتها بالسكينة، شلت الجزء اللي هو في النص ده، لقيتها اتفتحت بالشكل ده معايا. هبتدي بقى اجيب المقص بتاعي واقطع الزهرة بتاعتي على الحجم اللي انا حباه. فانتي بتقطعي زي ما انتي حابة. انا بشيل الجذور دي، تمام. حبايبي كده قطعناها. بتعملي حساب طبعا الكبير والصغير، يعني الصغير ممكن يفضل ان انت تعمليها قطع صغيره. تقطعيها بالحجم ده زي ما انت حابه فيه الحجم ده برضو. فانا بشيل الجذور بتاعتها وبخليها متماسكه علشان ما تبقاش ليها بوز وانا بقليها. فيلا بقى نبتدي مع بعض ونسلقها. حبايبي زي ما انتوا شفتوا المية حطاها، وحطيت عليها ورق اللورا والحبهان وكمون وشوية قرفة وشوية ملح. بس ملح مش كتير عشان هنحط في الخلطة. فكده هنسيبها تغلي، وبعد ما تغلي هنحط فيها القرنبيط. حبايبي كده المية بتغلي، مش قادرة اقول لكم على الريحة بجد فظيعة فظيعة قوي. ما بالكم بقى ان النكهة دي هتبقى داخل القرنبيط نفسه. هبتدي احطها الجذور لتحت والزهرة. حبايبي انا كده هسيبه لحد ما يستوي، مش هياخد معايا وقت ليه علشان المية بتاعته مغلية، تمام. لو انت بقى هتخزنيه في الفريزر يفضل ان انت ما تحطيش فيه ملح خالص، يعني تحطي كل التوابل اللي احنا حطيناها، الكمون، وممكن تحطي له شوية قرفة وبهارات، مفيش مشكلة. النكهة اللي انت حباها تحطيها في المية وبس، ما تحطيش اي ملح خالص ولا حتى كمية صغيرة. وبعد ما يتصفى بتحطيه في الفريزر على طول في اكياس بلاستيكيه، ما بيجرالوش اي حاجه زي ما انتوا شفتوه معايا في رمضان. فكده هنسيبه ونشوفه بقى بعد. حبايبي هو كده استوى، هبتدي ان انا اشيله واحطه في المصفى بتاعتي، تمام. حطها جنب الحله على طول، فهشيله واحط الرصه التانيه. حبايبي كده صفيته اهو، حطاه زي ما انتم شايفين البخار بجد، الريحه بقى بصوا يتاكل كده اصلا من غير ما يتحط عليه حاجه بجد. عقبال بقى ما يهدى شويه هنبتدي مع بعض نعمل الخلطه. ونسيت اقول لكم المكون الاساسي في الخلطه بتاعتنا الدقيق والميه. ممكن تستبدلي الميه باللبن عادي جدا، لكن انا ساعات بعمله كده وساعات بعمله كده، فحابه النهارده اعمله معاكم بالميه، وفي نفس الوقت هيبقى طعمه خطير جدا.
دلوقتي يا حبايبي هنعمل بقى الخلطة بتاعتنا اللي هنحط فيها القرنبيط اللذيذ ده. هحتاج كوبايتين من الدقيق، تمام، حطيتهم، والمية بالمقادير معينة، يعني واحدة واحدة، مش هحط مية كتير، لا احط واقلب زي كأني بعمل كيكة بالظبط، واشوف القوام بتاعي. فانا هفضل اعمل كده لحد ما القوام بتاعي يعني على حسب ما ياخد معاكي، ممكن ياخد كوبايه ميه، ممكن ياخد كوبايتين، فعلى حسب. فانا هبتدي ان انا اقلبه واخلص، وبعد كده هنشوف مع بعض القوام النهائي بتاعنا. حبايبي انا هنا حطيت دقيق تاني، واستخدمت المضرب بتاع العجانه، يعني حسيت ان هو هيبقى اسرع معايا شويه. تمام. بعد كده هنحط بقى البقدونس والكزبره والشبت، تمام، كلهم كده متقطعين. في بنوتات بتحب تحطها في الخلاط، انا بقى مش بحب احطه في الخلاط بصراحه. بحب كده الاكله يبقى فيها يعني شكل البقدونس كده متقطع، والخضره بيبقى شكلها وطعمها جميل جدا. بجد جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وهنزل بالطماطم، تمام، متقطعه صغير، يعني شايفين اصلا شكلها يعني، ولسه يعني هتشوفوا شكلها كمان لما تخلص. والبيض هحط بضايه بضايه واقلب، تمام. بعد كده حبايبي هبتدي احط البهارات بتاعتي كلها مره واحده، تمام. وخلوا بالكم اللبن عادي، لو عايزه تبدلي الميه تاني باللبن مفيش مشكله خالص، لكن انا عشان حاجه سهله، يعني حاجه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت برضو خفيفه. مش قادره اقول لكم على الريحه، بجد فظيعه. وخلوا بالكم البيض هنا كل ما بيكتر كل ما بيديكي القوام بتاعه هش، يعني هتبقى هشه ومقرمشه اكتر. فالبيض هنا العامل بتاعنا بيخلي الحاجه منفوشه كده ومقرمشه. بس انا كفايه الاربع بيضات على الكميه دي، يعني ممتازين جدا. ولو عملتيها بتلاتة او اتنين برضو مفيش مشكله خالص، بيضتين برضو، بضايه واحده برضو مفيش مشكله خالص خالص، يعني ما تضايقهاش على نفسك. شايفين القوام الجميل ده؟ هنا بقى في خطوه، لو حابه تحطيه في التلاجة بتحطيه لمدة ربع ساعة بس. أول ما بتطلعيه هتلاقي البيض بدأ يطلع فوق، فبتبدأي تقلبيه، تمام. أنا ساعات بحطه بحط فيه القرنبيط وبخليه في التلاجة لمدة ربع ساعة أو نص ساعة، لكن دلوقتي عشان ميعاد الغدا وكده أو مفيش وقت، فهبتدي إن أنا أحطه على طول معاكم. تمام. فهنحط القرنبيط دلوقتي بقى ونشوف كده حبايبي. أحط بقى، طبعا شايفين البهارات والحاجة. صغنن ده للبيبي، يعني انا مقطعه حاجات صغيره وحاجات كبيره عشان البيبي برضو بيحبه. ده كمون، الكمون يعني الغامق ده الكمون. حاولي بقى نزليها كده، بصي، ولما تيجي تحطي بتحطي كده الخلطه عليها بحيث ان انتي تشربيها كلها، تمام. فانا كده هسيب دول، وكل شويه احط حبه. بس هروح اسخن بقى الزيت على اعلى درجه. الزيت عايزينه اعلى درجه، عايزينه حامي قوي، ما يبقاش هادي، لا، تمام. فانا هروح احط الطاسه لحد ما الخلطه دول يتشربوا، تمام. نحط لهم كمان واحده صغننه هنا. العبره بالنهايه. هنشوف بقى شكلها في الاخر هتبقى عامله ازاي، والطعم بجد ممتاز، تمام. كده الزيت حبايبي قرب يعني خلاص، تمام، في مرحله هيبتدي اهو يسخن جامد قوي. هبتدي بقى ان انا احط يعني واحده كده صغيره عشان نشوف.
بتحطيها بالجنب. ايوه كده تمام. شايفين الطشه بتاعت الزيت دي؟ انا عايزه الزيت بقى يوصل للمرحله دي ان انتي تحطي تسمعي الطشه دي بايديكي. بتحطي كده من على الجنب عشان ما طبعا الخلطه هيبتدي فيها بواقي كده تروح على الجنب، تبداي تشيليها اول ما تبتدي تتحمر عادي، تبقى مقرمشه برده صغيره. حبايبي شايفين الشكل؟ بجد تحفه. ده شكله من تحت كده، مش قادره اقول لكم على الريحه فعلا فظيعه. مش هتندموا لو حطيتوا التوابل اللي انا قلت لكم عليها بجد، اللي هي البصل الباودر والثوم الباودر، بجد فظيع وريحه افظع يعني. فانا كده هقلبه على الناحيه التانية، هنشوفه مع بعض. ده كده شكلها التاني. بصي كأنك بجد بتعملي فراخ كنتاكي مقرمشه جدا وهشه وجميله جدا. ومحضره لها طبعا طبقين، طبق فيه مناديل تمام حاطاه جنب الطاسه، والطبق التاني اللي هو بتاع التقديم بتكوني حاطه فيه بقدونس من تحت، كأنك بتحطي كفته الفراخ الحاجات دي طبعا علشان تديكي برده ريحه حلوه. فانا كده هديله اللون اللي انا حباه، وفي الاخر هنشوف الشكل النهائي. ده اللي فضل معايا تمام. هسيبهم لحد تاني يوم، حطيتهم في الخلطه وهغطيهم واحطهم في التلاجة. اول ما تطلعيهم تاني يوم هتلاقي طبقه البيض بقت فوق، اللي هو الزلال بتاع البيض. هتبداي ان انت تقلبي الخلطه عادي جدا، فبتلاقيها رجعت طبيعي. بعد ما بتخلصي بيفيض يعني اجزاء صغيره جدا، زي كده مثلا تخلي دول الصغيرين دول تمام مع باقي الخلطه وتحطيهم في الطاسه. هيعمل لك زي قرص كده كبير، يعني كانك عملتي بيتزايه تمام. يعني ما ترميش الخلطه ابدا، بجد طعمها فظيع. وهسيب لكم صور لاكله كنت عاملاها برده من القرنبيط على شكل بيتزا صغيره من خلال اللي فاض من الخلطه دي. فانت الخلطه دي ما ترميهاش، لا، اللي بيفيد بتعمليه في اخر بعد ما بتخلصي خالص، بتسيبي القطع الصغيره دي وتحطي باقي الخلطه عليها، فهي بتبقى في النص وباقي الخلطه في الجوانب، فبتعمل لك قرص حلو جدا وبيبقى طعمها لذيذ جدا ومفيده. فحبيت بس اقولك على المعلومه دي علشان ما ترميش. حبايب قلبي ده شكله، وده شكل الطماطم وهي جوه، وده الطبق التاني تمام. دي الكميه بتاعت النهارده. بجد طعمه وريحته فظيعه جدا، واللون زي ما انت حابه تقدري تتحكمي فيه، تخليه فاتح تخليه غامق زي ما انت حابه. بس انا بحبه كده لون مصفر زي لون الدجاج بالظبط المقرمش. وبتقدميه مع سلطه وبطاطس محمره. والف هنا حبايبي، واتمنى اعرف تجاربكم تحت بتعملوا انتوا كمان خلطه القرنبيط ازاي عشان الكل يستفيد. وما تنسوش لايك وشير مع اصدقائكم وتعليقاتكم الجميله. اشوفكم على خير ومع السلامه.